السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كنتمنى تكونوا ان شاء الله كاملين بخير وبصحه جيده. كيف ما كتشوفوا اليوم عندي لكم واحد الوصفه اللي هي زوينه بزاف بزاف بزاف، وما كانتش كتخطر ليا الصراحه الله على البال حتى جربتها دابا وشفت بعيني. وصفه غزاله، خليكم معايا باش تشوفوها. الوصفه هي من قشور ديال الدلاح اللي ديما كنلوحوه، يعني كنستعملوه كنلوحوه. مع عمرها كانت كطيح لي في بالي انني غادي نوظفو في شي حاجه. حتى شفت واحد الاخوات يعني دايرين فيديوهات هكايا، قلت لي علاش لي ما نجربهاش. انا جربت الوصفه وصدقات صراحه الله غزاله 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 غزاله، وغادي يعني غادي توفر عليكم انكم تشريو الفواكه المعسله. كيجيو زوينين بزاف بزاف بزاف. انا كنت شاكه فيهم تنقول واقيلا غير فيهم غير اللون وداكشي ما غيجيوش زوينين، بالعكس جاو غزالين بزاف بزاف. كيف ما كتشوفوا هنايا كناخذ القشور ديال الدلاح كنحيد لهم هذيك الطبقه الحمراء من الفوق. هذيك الطبقه الحمراء حتى هي كتستغلوها. فانا هنا ما غاديش ندير نهائيا فيديو على الطبقه الحمراء. غير غنقول لكم زعما شنو غادي ديروا بها فقط. هنا انا غادي نستغل غير داك الطبقه البيضاء اللي ديال الدلاح التحتانيه، هي اللي غادي نستغلها باش غنصاوب هاد الفواكه المعسله اللي صراحه ساهلين بزاف بزاف وتيخرجوا لكم كميه كبيره. تبارك الله الا كانت عندكم دلاحه راه تخرج لكم الخير والخميره. انا خديت غير هنا غير هاد الطريفات هادو وتبارك الله خرجوا ليا يعني واحد الكميه هائله، خرجوا لي كميه غزاله. فندمت اللي لحت القشور الاخرين فغادي نكملهم ونرجع معكم. من بعد ما هذا انتم كتشوفوا حيدت لهم هاد الحمر هذا كتستغلوه كديروه كونفيتور كما كنديروا الكونفيتور العادي. كديروا عليه واحد شويه العصير الحامض والسكر وانا كنطحنو. طحنته عاد باش صاوبت به الكونفيتور فتيجي زوين حتى هو بزاف 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 كما كنديروا الكونفيتور العادي. فكتستغلوا حتى داك القشيره. هنايا غادي نقي هاد القشور اللي بقاو ليا، غنحيد لهم هاد القشره الخضراء اللي كاينه. كتاخذوا شي موس ديال البطاطا ولا شي حاجه. كاين شي بلايص كيكونوا قاصحين في الدلاح يعني كتجي صعيبه باش تحيديهم، اولا خذوا موس عادي يكون ماضي يساعدكم باش تحيدوا داك القشره وحيدوها تكون زعما غير رقيقه، ما تدخلوش في الابيض بزاف لان البيض هو اللي غنحتاجوه. فكيف ما كتشوفوا كنحيدوا بهذه الطريقه هذه وكنوضعوا جانبا. كنبقى مستمره بنفس الطريقه تنقشر فيه حتى كنكمل هاد القشور اللي عندي. كما قلت لكم ندمت اللي لحت القشور الاخرين الصراحه، لان ما كنتش متوقعه الوصفه غتصدق يعني ناجحه 100% وغزالين ومذاقهم زوين. سيرتو فاش تديروا لهم النكهات يعني اللي فيهم البنه بحال مثلا فريز ولا بيستاج ولا يعني ماشي غير لون وصافي، كيجيو غزالين في المذاق وفي كل شيء صراحه. كما قلت لكم الدلاحه راه تخرج لكم كميه كبيره 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 كبيره، وتوفر عليكم انكم تشريو الفواكه المعسله مره واحده اخرى. وكتشوفوا بواطه صغيره يعني ودايره الثمن وما كتكفيش، يعني خصك تشري جوج او ثلاثه الا بغيتي تصاوبي واحد الكميه ديال الحلوى ولا اي حاجه غتحتاجي فيها لي فخوي كونفي. فهمتوا يعني كتوفر عليكم بزاف بزاف بزاف. حنا جالسين في الدار ما عندنا ما يدار، فلهذا كنستغلوا هاد القشور هادو ما عندنا لاش نلوحوهم. فكيف ما كتشوفوا كنبقى مستمره هكا تنقي فيهم حتى كنقي كاع القشيرات اللي عندي صافي. من بعد نتلاقاو باش نقطعوهم. فمن بعد ما قشرتهم هكايا غادي ناخذ واحد القطعه اللي كنقطعوا عليها الخضره وكنبدا نديرهم بهذا الشكل هذا وكنقطعهم يعني كروات متساويين. يعني كنحاول نديرهم متساويين كنقطعهم بهذا الشكل. تنبقى غادا وتنقطع بهذه الطريقه هذه كيف ما موضحه لكم في الفيديو. كنحاول نديرهم قطع متساويه وكنديرهم جانبا وكنبقى مستمره بنفس الطريقه وانا تنقطع فيهم. كما كتشوفوا كاين يعني واحد شويه د الحمريه مازال في الطبقه البيضاء، فمعليش فمني كيتسلق كيرجع عادي جدا جدا، ما كيبقاش باين فيه هذاك الحمر. واصلا كنديروا الملونات فما كيبقاش باين نهائيا، غير ما تبقاش طبقه كبيره ديال يعني ديال الجهه الحمراء فماشي مشكل.
هانتوما غادي تشوفوا النتيجه بعينيكم، غادي تشوفوا كيفاش فانا كنحاول نقطعهم قادين، فماشي شرط انهم يجيو 100% متساويين مع بعضياتهم، ولكن كتحاولوا انكم ديروهم متقادين شي شويه وصافي. كتبقاو غاديين بهذه الطريقه وانتم كتقطعوا فيهم حتى كنكملوا كاع الكميه اللي عندنا ديال قشور التلاح. فالصراحه فوق ما كنفكر انني انا كنت كنضيع قشور التلاح وكنلوحو، فكتجيني الفقصه بيني وبينكم، لانه كنت كنشري هاد لي فخوي بزاف 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 وكنحتاجهم، وما عمرها طاحت ليا في البال، ما نكذبش عليكم ما عمرها طاحت ليا في البال، يعني اول مره. فمن جربتهم تصدمت بالنتيجه اللي هي رائعه بطبيعه الحال، رائعه بزاف واقتصاديه، يعني ما كتحتاجي فيها حتى شي حاجه. السكر عندك في الدار، حتى الملونات يقدروا يكونوا عندك في الدار لان كتكوني كتحتاجيهم في بعض الوصفات. يعني انا كانوا عندي في الدار ما شريتهمش، ما استغليت حتى شي حاجه. السكر كان عندي في الدار، كلشي كان عندي، يعني ما محتاجيتش شي حاجه من الزنقه، ما شريت والو، يعني طاحت لي القضيه بزيرو درهم. المهم كما كتشوفوا ها نتوما غنكملهم ونرجعوا. ها هما قطعتهم بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. هذه هي النتيجه ديالهم بعد ما قطعتهم. فدابا غادي ناخذ واحد الكاسرونه وغادي ندير فيها هاد القطع اللي قطعت ديال القشور البيضين، وغادي ندير عليها الماء كما كتشوفوا. غندير عليها الماء ونديرها فوق النار باش يتسلقوا ليا هاد القطع ديالي. كنغطيوهم بالماء، يعني كديروا واحد الكميه ديال الماء اللي كتغطي. انا نوريكم كيفاش هانتوما كتشوفوا معايا الفيديو، تبعوا معايا يعني طريقه مرحله بمرحله كيف ما كتشوفوا. فقط كنوصلوا الماء باش كيوصل يعني الحد ديالهم، يعني ما كنديروش الماء كتير بزاف بزاف بزاف، وكنديروها فوق النار باش تبدا تسلق ليا هاد القطع هادو. هانتوما كتشوفوا درتها فوق البوطه، غادي يبدا يغلي. فهنا ما كتاخذش لكم يعني وقت بزاف، ميم با واحد 20 دقيقه حتى ل 25 دقيقه باش كتعطيكم النتيجه اللي كتكونوا باغيينها. فبمجرد ما كيتبدل اللون ديالها وكتحسوا به انه يعني بدا كيدبال واحد شويه، ما بقاش هكا كما درتوه في الاول، فكتحيدوا لان مازال عندنا مرحله اخرى ديال انكم غديروه عاوتاني فوق النار باش يعسلوهم. ف فقط 20 دقيقه حتى ل 25 دقيقه انا اللي خداو ليا باش يعني نضجوا. فهنا يبداو كيغلاو ليا كيف ما كتشوفوا. بدات العافيه بداو كيطربخوا يعني في العافيه. فكنخليهم كما قلت لكم واحد المده ديال 20 حتى ل 25 بطبيعه الحال، مع كتطلعوا عليهم مره مره، يعني ما كتخليوش باش ما ينشفش لكم الماء ويلصقوا لكم اولا شي حاجه. فكنبقاو هكايا كما كتشوفوا راه اللون ديالهم بدا كيتبدل، ما بقاش كما كان في الاول فاش يلا حطيتهم كانوا بيضين. دابا هنا اللون بدا كيدبال شويه. فهانتوما شوفوا كيفاش ولا بهذا الشكل هذا. فاش يعني كتقلبوا كتهزوا واحد الوحيده هكا وكتقلبوها كتبان لكم راها صافي، يعني راه دخلها الطياب، يعني ما بقاتش قاصحه كما الاول. كتقلبوا شي وحده يعني هكا، انا كنقلبها كتبان لي انها راها وصلت للنتيجه اللي انا باغاها صراحه. صافي بركه، يعني لان مازال غادي نزيد نعسلها، فبركه عليهم. ما غاديش نزيدهم اكثر من هكايا. كما كتشوفوا لونهم راه تبدل على الاول والماء تا هو نقص. فقلت لكم من 20 حتى ل 25 دقيقه اللي خداو ليا ديال الوقت انايا باش وصلوا لهاد اللون هذا كيف ما شفتوا. فكناخذهم دابا كنحيدهم من الماء وكنصفيهم من هذاك الماء اللي فيه، كتصفيوهم وتخليهم حتى يقطروا. هانتوما كما كتشوفوا من بعد ما صفيتهم فاللون ديالهم تيولي بهذا الشكل هذا. فكناخذ واحد الكاس وتنعبر به. شحال من كاس غندير في الكاسرونه؟ هانتوما يعني كنعبر هذا الكاس الاول. علاش كنعبر؟ باش ندير على حساب العبار ديال الكاس اللي غادي ندير. شحال من كاس درت في الكاسرونه، غادي ندير مثلا 2 كيسان ديال الفواكه المعسله، غندير فيهم كاس ديال السكر.
فهنا درت انا 2 كيسان، هذا الثالث. ف كنبقى غادا انا هنايا عطاتني 5 ديال الكيسان، فغندير فيها 2 كيسان ونص ديال السكر سنيده باش كيتعسلوا ليا مزيان. 2 كيسان ونص في 5 ديال الكيسان ديال القطع ديال الفواكه. فدرت 4 وهذا هو الخامس الاخر كيف ما كتشوفوا. هذا هو الخامس، الكاس الخامس. فغندير 2 كيسان ونص ديال سنيده بقياس ديال كاس ديال العنبه. كتعبروا شحال ما عطاكم كديروا جوج كيسان في كاس سنيده. درت الكاس الاول وغنزيد الكاس الثاني والنصف كاس حتى هو، يعني 2 كيسان ونص اللي درت ديال السكر باش كيتعسلوا ليا مزيان كيف ما كتشوفوا. وغنولي نرجعهم فوق النار. كندير عليهم واحد نصف حامضه معصره، عصرتها وغنديرهم فوق النار كيف ما كتشوفوا. كيبداو يغليو حتى كينشفوا ليا مزيان وكيتعسلوا، يعني كتبقاو كتحركوا فيهم مع التحريك بطبيعه الحال. ياك ما عارفين السكر يقدر يلصق ولا هادي، فكتبقاو مستمرين بهذا الشكل هذا كتعسلوا فيهم حتى كينشفوا لكم من الماء. كما شفتوا انا راه ما درتش الماء نهائيا، يعني فقط عصير ديال الحامضه، وداك السكر داب هو اللي باين لكم بحال هكاك صافي. وكنبقى كنقلب فيهم بهذا الشكل هذا حتى كينشفوا ليا مزيان، وكنحيدهم ملي كتشوفوهم نشفوا صافي كتحيدوهم. كتبقاو مستمرين هكا بواحد الملعقه خشبيه كتحركوا فيهم حتى كيكمل داك الماء ما تيبقاش نهائيا. صافي كتزولوهم من فوق النار وكدوزوا المرحله ديال التزيين بطبيعه الحال. كما كتشوفوا هنايا ها نتوما راه داك بدا كينشف، يعني ما بقاش فيه الماء. فصافي غنخليه غير ينشف ليا واحد شويه، يزيد مازال واحد شويه وغنحيدهم صافي باش ندوزو نشوفوا الطريقه اللي غنصاوبوا بها غنزينوا بها هاد لي فخوي كونفي ديالنا. فخليكم معايا تبعوا معايا. ها هما كما كتشوفوا ولاو بهذا الشكل هذا معسلين ومعلكين وحلوين، ومع داك العصير الحامضه حتى هو تيعطيهم داك واحد المذاق حتى هو زوين. فهنايا دابا غادي ناخذوا واحد زليفات اولا المهم فين غتفرقوهم باش ديروا لهم الالوان. فهنا كنفرقهم بكميات متساويين، فكنخوي كل زلافه كنخوي فيها نفس القياس اللي خويت في الاخرى وتنبقى غادا بهذاك الشكل. فهنا بامكانكم ديروا 2 انواع ديال لي فخوي، اللي كنديروا في البواطه وكنخليوهم، والاخرين اللي تيكون فيهم السكر سنيده اللي تيكونوا جافين وناشفين حتى هما بامكانكم تخليو من لي فخوي باش ديروا حتى كتلونوهم بطبيعه الحال باش كيجيو داك الالوان زوينين مع داك السكر سنيده عاطين واحد المنظر زوين. ف ممكن ديروا 2 ديال الاشكال. فشوفوا الدلاح شحال خرجنا منه، قشور الدلاح شحال خرجنا منه من حاجه. فكتخرجوا منه لي فخوي كونفي بجوج ديال الانواع، وكتخرجوا منه كونفيتور ديال الدلاح، فكيجي زوين حتى هو. كما كتشوفوا هنايا درت النكهه ديال الفريز في الاول، هنا درت النكهه ديال الحامض، وفي الاخير غادي ندير النكهه ديال البيستاج. فيهم نكهات وملونات في نفس الوقت، ف زوينين هادو، يعني كينكهوا لينا وكيلونوا لينا في نفس الوقت. فكنبدا نخلط بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. هنا بانت ليا انها ماشي حمراء كما بغيت انا، يعني اورانج. هاد الفريز اللي خديت هاد لاغوم هادي ماشي حمراء بزاف، ما عرفتش علاش، فغادي نضطر نزيد فيها ملون عادي غبره. زدت واحد راس المعلقه اللي زدت. هنا درت الصفر كيف ما كتشوفوا هنايا تكفح ليا واحد شويه ديال البودر الحمر ديال الملون، فمعليش واخا بقات صفراء ماشي مشكل. وهنايا عندي البيستاج، لاغوم ديال البيستاج. هنايا غنخلط باش تولي لي كلها الفواكه ديالي كلها خضراء. فتيقوني مذاقهم كيجي زوين. انا كنصاوب ولدي كياكل ليا ما خلاش ليا
انا حطاه كياكل ليا منهم، عجبوه بزاف بزاف بزاف. جاو حسن من ديال الزنقه، احسن من اللي كيتباعوا في الحانوت صراحه. جاو زوينين زوينين تيقوني. فإلا جربتوهم راه غادي توليو ديما ديروهم. والدلاح دابا تبارك الله موجود الخير. ارا ما تعسلو في لي فخوي وتخبيو. كيف ما كتشوفوا صافي خلطتهم بهذا الشكل هذا. صافي الا ما عندكمش، ما متوفرش عندكم المنكهات، فديروا غير الملونات غبره حتى هما كينفعوا. هانتوما كديروا واحد البواطات زجاجيين، كما كتشوفوا. لان صراحه الحاجه ديال الزاج كتحافظ لنا على اي حاجه عندنا كناكلوها ولا كنستعملوها اكثر من البلاستيك. فانا خديت هاد القريعات هادو كيف ما كتشوفوا ديال الزاج، هما اللي غادي ندير فيهم هادو. فانا يا صاوبتهم في البلاصه، درتهم في هاد العلب هادو، يعني ما خليتهمش بزاف، يعني في البلاصه صاوبتهم. كنعمرهم شو كيجيو فيهم داك البريون وداك اللون. وحتى المذاق كيجيو غزالين بزاف 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 تيقوني. فجربوهم ما غاديش تندموا، والله ما غتندموا على ضمانتي. والنتيجه طوب وحق الله. صدماتني انايا والله، تصدماتني. هانتوما كتشوفوا واخا طاح لي عليه اللون، واخا هكاك معليش جا صفر، واخا هكاك جا صفر، واخا ميال الاورانج شويه معليش، مهم فيه اللوين. وهنايا الخضر مازال ليا غادي نخويه حتى هو في هاد العلبه هادي. صافي وكنكونوا هكايا صوبنا لي فخوي وجدناهم. شوف تبارك الله شحال حط ليا. 3 ديال العلب ديال الزاج يعني، والحجم ديالهم راه لا باس به، اكثر من الحجم ديال البواطه اللي كنشريو، اللي فيها كلشي مخلط، يعني ماشي فيها غير نوع واحد ولا، يعني فيها كلشي مخلط وهي غير بواطه صغيره. فكيف ما كتشوفوا هانتوما هذه هي النتيجه اللي حصلنا عليها بهذا الشكل هذا. وانا يا ما صاوبتش غير هادو، صاوبت حتى كما قلت لكم، خليت شويه 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 من كل لون ودرتهم في السكر سنيده، كيجيو غزالين هائلين حتى هما. وكتخليهم ينشفوا واحد اليومين ولا هذا في واحد البلاطو ولا في شي حاجه. فانا ما خليتهمش ينشفوا بزاف، واحد شويه، وبغيت نوريهم نشاركهم معكم ونوريهم لكم حتى هما. فكيف ما كتشوفوا هانتوما غنوريه لكم كيجيو غزالين حتى هما، لا في المنظر ولا في كل شيء. هانتوما كدردروا عليهم السكر سنيده وكتغبروهم صافي، فكيجيو بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. كنتمنى ان الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم وتجربوا هذه الوصفه هذه، لانها صراحه رائعه واقتصاديه جدا جدا جدا. فاللي عجبو الفيديو ما ينساش يدير لي لايك وبارطاج مع الاهل والاصدقاء. وشكرا لكم بزاف 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 على المتابعه. تهلاو لي فراسكم، بسلامه.